واحد القرد كانت عنده واحد البنانه، جيت انا حيدت ليه ديك البنانه وعطيتو بلاصتو 100 درهم. واش عرفتوا شنو دار؟ اختار البنانه ورفض ديك 100 درهم. علاش؟ حيت ما عنده لا وعي لا ادراك، ما عرفش انه ديك 100 درهم تقدر تجيب ليه 10 كيلو ديال البنان. والرساله اللي خاصك تفهمها انه الله سبحانه وتعالى الا حرمك من شي حاجه راه ماشي كيعاقبك، لا كيوجدك لما يحسن ان شاء الله. المشكله انه حنا كنشوفوا غير من جهه وحده وكنبغيو الحاجه دابا وباي طريقه، ولكن الله سبحانه وتعالى كيشوف من الفوق، كيشوف كل شيء، عارف شنو اللي غادي يضرك وعارف شنو اللي غادي ينفعك. فاش كيخيد عليك الله سبحانه وتعالى شي حاجه غالبا ماشي ديالك، راه كان لك فيها ضرر كبير وكان خاصها لابد تخرج من الطريق. وهذه معنى ديال المقوله اللي تنقولوا دائما فيها خير، راه ماشي كل خساره خساره، كاين الخساره اللي كتعتقك من ضمان كبير. تحرمتي وتحيدت لك شحال من حاجه، قول الحمد لله وتيقن انه الخير جاي في الطريق. ما كيعطيكش حاجه اللي انت تبغيها، راه كيعطيك الحاجه اللي انت محتاجها، وهذا هو الفرق الكبير. ما تنساوش دير لايك وبارطاجي هذه الرساله مع شي حد عارف وحاس براسو مثلو، دير المتابعه واشتراك، حيت هنا كنوعيو بعضياتنا بكلام من القلب. السلام عليكم.